فريق نادي اتلتيكو مدريد. جابي يؤدي مباراة كبيرة الأمانة في خط الوسط، واثق الخطوة يمشي. هو اللاعب اللي عنده الكرة الآن، وهو اللاعب الذي يبني كل ومعظم المحاولات. خطيرة، جول جول توريس 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 توريس. ثقة كبيرة من جانب سيميوني في توريس، يعرف بأن أرقامه مذهلة، أرقامه مذهلة أمام برشلونة، وبالتالي يأتي الآن يسجل توريس وتحت أنظار لويس إنريكي. التمريرة جميلة جدا بالمناسبة، اللي كانت هي 3/4 الهدف. تمريرة تصل وتقرب أتلتيكو مدريد. وشوف الكرة الماضية هذا، الله 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 على اللمسة الجميلة للأمام. شوف الكرة بعد ذلك، وتوريس من بين أقدام تير شتيجن يأتي الآن، لكن كوكي هو اللي يصنع الهدف. في حالة التعادل 1-1 سيعود سعيدا إلى العاصمة الإسبانية مدريد. ميسي لماسكيرانو في المكان الآن الموجود في جوردي ألبا، لماسكيرانو. ألبا مرة أخرى عن طريق ألبا، إنيستا، نيمار. محاولة قائمة إلى ميسي، الحصار موجود، الكرة البينية موجودة، العالية موجودة، التسديدة موجودة. جول جول يسجل برشلونة. ضغط رهيب، ضغط رهيب أثمر هدف التعادل. ضغط رهيب منذ بداية الشوط الثاني. ضاعت فرص لكن سجل لويس سواريز، وبالتالي يعود برشلونة عند بعد محاولات. شوف المحاولات هذه، آخر المحاولات الكرة الماضية. جوردي ألبا سدد في تغطية موجودة، نعم ما كان إطلاقا التسلل غير موجود، وبالتالي هدف شرعي لبرشلونة الذي يتعادل الآن في المباراة المثيرة جدا اللي فيها سواريز. بالتالي يسجل وبرشلونة يعود. اللي هو دييغو سيميوني، نعم الغاني، اللي هو توماس بارتي توماس، واحد من أبناء أتلتيكو مدريد، جاء صغيرا لهذا الفريق. اللي هو توماس الغاني سيكون البديل القادم، لأنه يريد أن يحافظ على قوة خط الوسط، وبالتالي ربما تبديل في قادم اللحظات. عالية وللأمام، إبعاد الكرة من جانب خوان فران، تعود لبيكي في الجهة اليمنى عن طريق اللي هو طبعا داني ألفيس. محاولة قائمة، ميسي جميلة بالفعل، وهذه عالية وللأمام خطيرة. هو سواريز مرة أخرى، سواريز مرة أخرى. الحل سواريز، ما في حلول، الحل سواريز، وبالتالي ينهي معاناة برشلونة في الكامب نو. كرة جميلة تناقلوها، وبعد ذلك الله الله الله، الكرة من داني ألفيس في طريقها، يعني ما حول الكرة إطلاقا، حط راسه في طريق الكرة، والكرة كانت في طريقها للشباك، وبالتالي ابتسامة سواريز تعيد ابتسامة كل برشلوني.